كنت تعرف السر اللي بيعملوه السائقين المحترفين عشان يوفروا في البنزين ويريحوا الموتور في الطريق؟ لايك وشير عشان تفيد غيرك. وتعم اقول لك، لما تلاقي قدامك منزل كوبري او طريق مستوي انت ماشي عليه، حاول ان انت دايما تمور العربية وتستخدم قوة الدفع او بيسموها العطالة، على اساس ان انا اقدر امشي اطول فترة ممكنة وانا ممور العربية. وكمل معايا الفيديو عشان هقولك حاجة تانية مهمة، وما تنسوش تتابعونا في كنز العز على كل المنصات عشان نديلك اللي في ايدك. بعد بقى ما بنمور العربية وبنمشي اطول فترة ممكنة، السرعة بتقل معايا شوية، فبرجع ادي الغيار تاني وادوس برضو دوسة وارجع امور تاني، وهكذا. طول ما الار بي ام بيفضل واطي معايا يبقى انا بحافظ على استهلاك البنزين وبحافظ على الزيت وبريح الموتور، وبالذات في الحر اللي احنا فيه دوت. بس خلي بالك الحركة دي تعملها وانت متمكن من الطريق وواثق من العربية والفرامل، عشان في كنز العز امانك يهمنا اكتر من التوفير. وبمناسبة التوفير، وفر على نفسك تعب تغيير الكاوتش في الحر والصيف اللي احنا فيه دوت، وخلي دايما معاك منقذ الاطار. ابتكارنا المصري ابتكار بسيط لكن جبار، بينقذك في اي موقف وثواني معدودة ينفخ لك الكاوتش ويخليك تقدر تمشي لاقرب فني بسلام بديل الكمبروسة. وقولوا لنا في الكومنتات الحركة اللي احنا قلناها ديت فرقت معاكم ولا لا، ولو حابين اي استفسار او اي حاجة نعمل عليها فيديو نتكلم فيها عشان نعرفها ونستفيد كلنا. سلام.